بغيتي شي حاجه سهله مهله خفيفه ولذيذه بزاف للفطور، تبعي معايا الفيديو. في المقله غادي ندير الزيت، البصله، شويه ديال الملح، الفلفله، ونخليهم يتشحروا مزيان. مقله اخرى غادي ندير الزيت، دجاج مقطع رقيق، التوابل نخليكم مكتوبه اسفل الفيديو، وغادي نشحروها مزيان مع شويه ديال الزعتر، نص ديال كميه الفلفله والبصله. نص الاخر غنديروا الطون، الزيتون، الربيع، شويه ديال بودره الثوم، البزار وصلصه الطماطم، وغنخلطو ونخليو الحشوه ديالنا تبرد. في جبانيه اولا في عجانه نديرو 2 كيسان د الماء، حليب مجفف، خميره الخبز، وغادي نخلطو كلشي مزيان. غادي نزيدو الدقيق 2 كيسان، وغادي نخلطو كذلك، وغادي نغطيو ونخليوه يرتاح 15 دقيقه. من بعد كنزيدو نص كاس ديال الزيت، شويه ديال الملحه، كاس ديال الفينو او الدقيق الكامل، ومن بعد نجمعو ونكملو بالدقيق ديال الفرص حتى كنحصلوا على عجينه خفيفه رطبه. غير كنجمعوها مباشره، كنقسموها ونشكلوا منها كويرات 50 غرام تقريبا. نقادوها بهذا الشكل، نخويوها على وسط ونرقوه مزيان، ونخليو الجوانب شويه طالعين، ونعمرو بالحشوه ديالنا اللي زدت لها شويه ديال الفرماج. نفس الطريقه درت حتى ديال الطون، كندهنوا الجوانب باصفر البيض مخفف بالحليب وصلصه الصوجه، وكنزيدوا شويه الفرماج كذلك من الفوق. نخليهم يخمروا واحد شويه، وندخلوها الفران مسخن على 200 درجه حتى كطيب وتحمر من الفوق ومن التحت. كتجي رائعه لذيذه كما لاحظتوا، سهله في التحضير. جربوها وردوا علي.